أهلا وسهلا. ببساطة كده يا شيخ خالد، ازاي احافظ على قلبي من المقارنة في الرزق ما بيني وما بين غيري؟ إذا انشغل الإنسان بربه غفل عمن سواه. من كان مع الله دام واتصل، ومن كان مع غير الله قطع وانفصل. إذا فهم الإنسان نظرية القدر، قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. علم الناس أن الأرزاق مقدرة، وأن الأجال مقدرة، وكل شيء عند الله بمقدار لا يخل ولا يضطرب، وأن أكبر نعمة يحظى بها الإنسان هي الرضا. من رضي فله الرضا. فإذا أردت أن يرضى الله عنك فارضي أنت، لأن الله تبارك وتعالى اشترط أن يكون العبد راضيا لكي يكون مرضيا عنه. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. لابد أن تبدأي أنت راضية. الأمر الثاني مرضية. يبقى المرحلة الأولى أن تكون راضيا عن الله، والمرحلة الثانية أن يرضى الله عنك.